إنا لله وإنا إليه راجعون. للأسف توفى عم خالد شوقي. لحظة واحدة كانت كفيلة إن هي تحول محطة بنزين وسط حي سكني لقنبلة تمحي كل اللي حواليه. تعال أحكي لك الحكاية بالتفاصيل. في وقت بقت الشهرة مربوطة بعدد المتابعين، والبطولة بقت كام هدف اتحقق، أو رقاصة اتشهرت على السوشيال ميديا بكام حركة، في ناس تانية بتعيش وتموت من غير ما حد يسمع عنها. بس دول والله هم الأبطال الحقيقيين، ناس بتدفع حياتهم تمن إن هم يحمي غيرهم من غير كاميرات ومن غير شهرة. من أسبوع تقريبا في العاشر من رمضان حصل موقف لو اتكرر تاني تبقى كارثة قومية. عربية نقل اشتعلت فجأة بالنار. المصيبة إن هي كانت جوه محطة بنزين، والمصيبة الأكبر إن هي كانت محاطة بمنطقة سكنية. يعني إحنا بنتكلم على قنبلة كانت ممكن تفرقع في وسط مئات البشر. لكن هنا ظهر البطل الحقيقي، عم خالد شوقي، البطل الراجل الحقيقي. شاف النار ماسكة في التريلا مجراش ولا خاف، وشاف إن ممكن أرواح كتير تضيع. فتح باب الشحنة ومشى بيها والنار ماسكة فيها، وخرج بعيد في حتة فاضية بعيد عن المحطة والمنطقة السكنية، وأنقذ حياة ناس ممكن ما تعرفش اسمه حتى. أكيد هو اللي دفع الثمن. دخل المستشفى بحروق خطيرة، قعد أيام في العناية المركزة، وقبل فرح ابنه ب10 أيام للأسف اتوفى. الحقيقة بجد موجعة. النهاردة مش بس فقدنا راجل، ده احنا فقدنا رمز، أب وزوجه، إنسان بيحاول يحمي غيره. أكيد ساب وراه زوجة مكسورة و3 بنات وابن كان بيستعد لفرحه. السؤال هنا بقى، هو يستاهل ايه؟ مش كان المفروض يبقى فيه اهتمام على اعلى مستوى، ولا لازم يبقى نجم كورة او رقاصة علشان نعرف اسمه؟ الناس دي اللي بتضحي وبتدفع الثمن عشان نعيش. الشهيد خالد شوقي محتاج تكريم او تعاطف قوي، محتاج دعم لمراته، لاولاده، لابنه اللي هيفرح من غيره. واعتقد ان الفرحة عمرها ما هتكون كاملة. في اماكن كتير الراجل ده كان هيبقى بطل قومي، واحنا مش اقل من دول بره في حاجة. بجد لازم ندعي له وربنا يغفر له ويرحمه. لازم كلنا نكتر بالدعاء عليه، لان بجد هو يستاهل اكتر من كده بكتير. وفي النهاية انا عمر عيد، سلام.